هو انت عمرك حسيت ان في حد بيقلدك في كل حاجة؟ نفس الصوت، نفس التفكير، نفس الحركات، او انك بتتكلم مع نفسك لكن بتحس ان في رد مش منك. ناس كتير بتقول ده مجرد خيال، لكن هل ممكن يكون في مخلوق فعلا عايش معانا من اول يوم لحد ما نموت؟ والمخلوق ده بيسمى القرين، الكائن اللي بيتقال انه مرايتك الخفية او ظلك اللي مش بيفرقك. في الاسلام ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة قاف: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. والقرين هنا هو الشيطان المصاحب للإنسان. كل إنسان مسلم أو كافر عنده قرين من الجن وبيحاول يوسوس له ويضعفه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. فقالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له قرين، لكن ربنا حفظه منه. القرين مش بيدخل الجسد زي المس أو التلبس، لكنه بيأثر من بعيد بالوسوسة ومحاولة إغواء الإنسان خطوة بخطوة، وده بيخلي الإنسان ساعات يحس إن في صوت داخلي بيحرضه يعمل حاجة هو مش راضي عنها. العلم بقى عنده تفسير تاني مختلف تماما. علماء النفس بيقولوا إن اللي بنسميه القرين هو في الحقيقة الحديث الداخلي أو العقل الباطن، صوتك الداخلي اللي بيناقشك قبل ما تاخد أي قرار. لكن الغريب إن العلماء نفسهم لاحظوا إن في ناس بتحس بالصوت ده كأنه شخص منفصل عنها فعلا، وده بيحصل في حالات نادرة من الوعي الزائد أو اضطراب الشخصية. كأن العقل البشري بيخلق نسخة منك جوه دماغك بتفكر زيك بس مش انت. فهل ده هو القرين اللي الدين يتكلم عنه من منظور روحي، ولا دي مجرد صدفة بين العلم والدين؟ آلاف الناس حول العالم حكت عن مواقف غريبة جدا. واحد بيحلف انه شايف نفسه ماشي قدامه في الشارع، واحدة بتقول انها سمعت صوتها بيناديها وهي لوحدها في البيت، واخر بيحلم بشخص شبهه تماما وبيكلمه وبيقول له انا انت الحقيقي. العلماء بيفسروها بظاهرة اسمها النسخة الشبحية منك، لكن في ثقافات كتير بيقولوا دي علامة على وجود القرين الحقيقي. حتى في الإسلام في ناس بتحكي ان القرين ممكن يظهر للإنسان في الحلم أو يتكلم بصوته علشان يضله أو يخوفه، خصوصا لو الإنسان بعيد عن ذكر الله. كل ده بيخلينا نسأل: هل القرين فعلا كائن غيبي بيوجهنا، ولا مجرد خيال في دماغنا بنحس بيه لما نكون ضعاف أو تايهين؟ في الدين الحل بسيط وواضح جدا: ذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لأن القرين ضعيف أمام الذكر وبيبعد تماما لما الإنسان يكون قريب من ربنا. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. يعني البعد عن الذكر هو اللي بيفتح الباب، فكل ما تذكر ربنا الباب ده بيتقفل، والقرين بيتحول من عدو لشاهد عليك يوم القيامة. يمكن القرين يكون جزء من عالم الغيب اللي مش هنفهمه بالكامل أبدا، ويمكن العلم يوما ما يكتشف ان فعلا في كائن بيسكن جوه الإنسان مش مجرد فكرة. بس الأكيد إننا مش دايما لوحدنا، في نسخة خفية من كل واحد فينا بتراقب وبتختبرنا. والسؤال الحقيقي: مين المسيطر دلوقتي، انت ولا قرينك؟